بعد ما ريال مدريد خلص على مانشستر سيتي واتأهل من ملحق دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا، القرعه تقوم حطاه قدام اتلتيكو مدريد في دور ال 16. فمن غير كلام كتير، لايك واشتراك حلوين منك كده يا صديقي العزيز عشان يوصلك كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين يا اخواتي بمناسبه رمضان الكريم. فمن غير رغي كتير يلا بينا على الروجيت. ريال مدريد هو زي ما هو. يعني ايه؟ يعني فينيسيوس ورودريجو ومبابي، وحط معاهم بيلينجهام في اختراق المساحات، او العصابه دي يا سيدي لو في يومهم الماتش خلاص. بس ثانيه واحده، في سؤال. انت بتقول حاجه، انت بتقول اختراق مساحات. هو اتلتيكو مدريد هيسيب مساحات اصلا عشان اللاعبين يخترقوها؟ جدع يا صديقي العزيز، عجبني انك مركز معايا. سؤال مهم، وبرضه هو فعلا نظريا سيميوني يسيب مساحات، دي حاجه يعني بنسبه كبيره مش هيعملها، لكن دي مهمه تقع على فينيسيوس ورودريجو ومبابي في المراوغات، انهم يقدروا يفكوا تكتلات الدفاعيه لاتلتيكو. فلو ما عملوش كده فسيميوني يابا قشطه كده، انا ده اللي انا عايزه. وهو اصلا عايز يلعب لعبه النفس الطويل لسببين، اولهم ان الماتش هيكون في البرنابيو، يعني سيميوني عايز يخرج باقل الخسائر من ملعب ريال مدريد، وعلى ملعبه بقى يحلها الف حلال. السبب الثاني بقى ان جدول اتلتيكو مدريد فعلا مضغوط جدا. يعني يا سيدي عندك هيلاعب ريال مدريد ماتشين، هيلاعب برشلونه ماتشين بعد ما تعادل معاهم في ماتش ذهاب نص نهائي كاس ملك اسبانيا اللي خلص 4-4. لكن انا هقول لك على حاجه، سكواد اتلتيكو مدريد يقدر يساعد الفريق على التنوع في ادوار وشكل اللعب اللي سيميوني عايزه في ارض الملعب. يعني ايه؟ يعني يا سيدي عايز يكسر رتم اللعب ويقف على كورته ويخلي اللعب بدني اكتر، فمعاه اللعيبه اللي تقدر تساعده على كده. عايز جو سرعات ولعيبه بتنقل الكره بسرعه في التحولات والاستحواذ، برضه معاه اللعيبه اللي تقدر تنفذ له ده. عايز يا سيدي يلعب على الارض والدنيا تبقى بسيطه معاه، فيا سيدي معاه الفاريز وجريزمان موجودين وممتازين جدا في صناعه اللعب. طب عايز مهاجم طويل وجته كده يبقى محطه للفريق في المرتدات والعرضيات، بسيطه الكسندر سورلوس. كل دي حاجات متنوعه في سكواد اتلتيكو مدريد تساعد سيميوني ان هو يعمل اللي هو عايزه. الخلاصه زي ما قلنا ان تنوع سكواد اتلتيكو مدريد هيساعده على تنوع اللعب في لعبه النفس الطويل. طيب يا سيدي ده اتلتيكو. ريال مدريد بقى هقول لك. ريال مدريد بقى كسب ريال سوسيداد في نص نهائي كاس ملك اسبانيا، ولكنه خسر داني سيبايوس اللي كان مقدم الفتره اللي فاتت، كان مقدم فتره قويه جدا واداء مميز جدا. لكن داني سيبايوس هيغيب شهرين بسبب الاصابه، واللي على اثرها هيغيب في دور ال 16 قدام اتلتيكو مدريد، وهيغيب برضه في ربع النهائي في حاله تاهل ريال مدريد. ده غير برضه ان في الماتش الاول عايزك تعرف ان بيلينجهام هيغيب عن الماتش الاول قدام اتلتيكو بسبب تراكم الانذار. وبنسبه كبيره الماتش ده لو حد قدر يسجل من ريال مدريد، يا اما هيكون من كره ثابته او تسديده من بره ال 18 من فالفيردي مثلا، او تشواميني لا قدر الله لو جرب يشوط يعني، او حد من خط الهجوم زي مبابي مثلا لو نزل من زحمه منطقه الجزاء اللي سيميوني هيكون عاملها ويخرج منها ويحاول ان هو يسدد على امل تسجيل هدف يفك بيه دفاع اتلتيكو مدريد، او مهارات فرديه برضه من مبابي او فينيسيوس او رودريجو. فبس كده يا صديقي العزيز، مستني توقعك تحت في الكومنتات مين هيكسب في الماتش الاول بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، ولا الفريقين هيطلعوا حبايب كده في الماتش الاولاني ويتاجل الحسم للماتش الثاني. فبس كده يا صديقي العزيز، كان معاكم احمد خالد، وكل سنه وانتم طيبين يا جدعان. فبس كده، سلام.